ألف مبروك. خد الحجاب ده يحميكي من العين. ايه ده يا ماما؟ اسمعي كلام حماتك، أنا خايفة عليك، لما أقولك حاجة قولي حاضر. حاضر حاضر. ألف مبروك يا حبيبي. الله يبارك فيك يا حبيبي. خلي ده معاك، حطه تحت راسك وأنت نايم. يا ماما ده أنا خايفة عليك يا حبيبي، اسمع الكلام. ماشي. ماشي. يا حبيبي، وأنت كمان وحشتني. ماما إيه ده؟ أنت داخلة فين؟ مش تستأذني قبل ما تدخلي؟ ما انا خبطت يا ماما قبل ما اخش، وبعدين انا من امتى بخش عليكي وانا بستأذن يعني؟ عاوزة إيه؟ لا انا مش عايزه حاجه خلاص. معلش يا حبيبي. ايه بتكلمي نفسك ليه؟ لا خالص خالص. لا انا عارفه حصل ايه. دخلتي عليها ولقيتيها بتتكلم في التليفون مع واحد. ده لسه بقى التقيل اللي انتي ما تعرفوهوش ان هي بتعمل اعمال لعيالها ولجوزها ولمراتات عيالها عشان يسيبوها تعمل اللي هي عايزاه. عمل انت بتقولي ايه؟ امال لو بقى عرفتي انها كانت بتاخدني بالعافيه في المشاوير والرجاله تعاكسني قدامها ما تغيرش عليا عشان خاطر ابنها. اسود. يبقى الورقه اللي اديتهاني وانا لسه عروسه كان عمل بالظبط كده. ولما بتنزل بتقفل باب اوضتها دايما بالمفتاح. خدي بالك من نفسك بقى، لو عاوزتي اي حاجه بقي تعالي لي. نهار اسود، ايه الوقعه اللي انا وقعتها دي؟ قومي اقوم ليه؟ قومي البسي عشان هتنزلي معايا. انزل معاك؟ انا بطني وجعني والله يا ماما من الصبح، ومن يعني القعده إيه؟ دي من الصبح. قومي بقولك البسي عشان تنزلي معايا. يا ماما مش قادره والله، بطني تعباني بجد مش قادره. بقى كده مش هتنزلي معايا. طب بصي بقى، عايزاكي تنزلي تحت تروقي البيت كله وتمسحيه وتخليه زي الفل. فله. حاضر عينيا يا ماما، بالظبط هشرب حاجه وهنزل اعمل لك البيت كله، بس انا والله عايزه اجي معاكي، بس انا بطني وجعاني بتتقطع. اما ارجع هشوف. ماشي يا ماما ماشي. يا ست هانم الكركبه اللي احنا قاعدين في زريبه. في يا عمر، ما انت اللي قايل لي بنفسك ان في واحده هتجيبها علشان تروق ليه البيت. بشرب انا وناسي ولا ايه؟ انا انت ما اللي قلتلكيش قايل حاجه لي يا زي كده. عمر. يعني ايه قلت لك؟ قلت لك ايه وهنسى ازاي انا يعني؟ ايه يا عمر اللي في وشك ده؟ ايه اللي في وشي؟ ايه اللي في وشك ده؟ ايه ده؟ يا نهار اسود، ايه ده؟ انا ما اعرفش. ايه اللي في وشك ده؟ جه منين؟ انت بتساليني انا ما اعرفش ايه ده. ايه ده يا عمر؟ ده ما بيتمسحش. ايه ده؟ طب شوفي روح اغسل وشك. انا لسه غاسل وشي. طب شوفي لي دكتور جلديه اللي انت بتتعاملي معاه ده. جلديه ايه ده؟ مش انا اول مره اشوف منظر زي ده في حياتي. طب اهدي بس عشان امي والناس اللي بره. امي يا ابني انا خايفه عليك. اهدي صوتك هتفضحينا. طب شوفي لي دكتور جلديه راح اكشف. طب ماشي، بس خش حاول اغسل وشك. ايه اللي في وشه ده؟ عايز اقول لك على حاجه. قولي يا عمر. احنا طبعا زي ما انت شايفه كده بقالنا شهر واكتر لفين على دكاتره مصر كلها، وبرضه ما عرفتش اللي عندي ده، فما قداميش حل غير ان انا اتعايش بيه وخلاص، واعمل نفسي مش واخد بالي من اللي بيظهر لي كل يوم ده. ما تيأس يا عمر، اكيد في حل وان شاء ما الله. احنا لفينا احنا صارفين فوق ال 10000 جنيه دكاتره وعلاجات وليله سودة. هنلاقي حد والله، هنلاقي انا خلاص انا قررت انا هتعايش. وعلى العموم برضه انا حبيت اقول لك على حاجه كده عشان انت مراتي برضه، ما ينفعش ان انا اخبي عليكي ولا اقولها لك مفاجاه كده. انا جالي شغل سفريه بره كده وفلوسها حلوه، وان شاء الله يعني هروح هناك وهبقى ابعت لك تيجي يعني، بس هرسق نفسي هناك الاول. هتسيبني يا عمر؟ وانا سايبك في صحراء؟ ما انت معاكي سلفتك بتحبك وبتخاف عليكي، وفي نفس الوقت امي كويسه معاكي. لا خدني معاك. بابا انا رايح ابتدي شغل يعني. لا. بقول يا هادي ما ينفعش يعني، يا دوبك هيجيبوا لي اوضه وسط ناس عشان اقعد فيها. لما ابدا بقى احط رجلي هناك ابقى ابدا اجيب مراتي، ولما تخلفي ان شاء الله وتحملي والجو ده ابقى اجيب ابني معايا، يعني الاسره كلها هناك. ليه وانت ناوي تروح تقعد قد ايه يا عمر؟ يا ستي لا ان شاء الله حاجه على طول. انا حبيت بس اقول لك كده وادعي لي، سيبيها على الله. انا نازله. رايحه فين؟ ومن امتى حد بيسالني رايحه فين وجايه منين؟ ايه البلاوي دي؟ ايوه انت جيت. طيب انا نازله. استني يا عمر بيرن، تحس ان هو حاسس ان امه نزلت. ايه يا مورا؟ انا بحلم باحلام وحشه وكوابيس عندك. كوابيس في الشقه؟ اكيد
اكني لسه في البيت عندك إحنا بحلم بنبيت هنا بكوابيس وكوابيس في فظيعه. الشقة؟ المهم انتوا عاملين ايه؟ لا احنا بخير وفاطمه بخير وماما بخير، كلنا بخير. طب خدوا بالكم على نفسكم بقى، ها؟ طيب ماشي، ما تحطش انت بس في دماغك وخلي بالك من نفسك. باي. بقولك ايه، مادام الحوار كده اكيد في حاجه. في شيخ، الشيخ بتاع الجامع بتاعنا اللي هنا ده، الشيخ ده شاطر جدا، تعالي نروح له ونحكي له على اللي حصل ده. هو احنا ازاي حماتنا كل ده بتعمل اعمال ولحد دلوقتي ما فكرناش نبص على نفسنا؟ انا رميت العمل اللي هي اديتهوني، بس انا يوم فرحي اديت حاجه لعمر في ايده نفس شاكة اللي في عملته الموضوع. معايا. تعالي نروح للشيخ. يعني ايه يا فاطمه؟ يعني ايه؟ مش عارفه والله يعني ازاي اللي في كده. وش جوزي ده وعمال يتعالج ورايح نفسيته زي الزفت امه اللي عامله له، تخيلي. واحنا عامله لنا عمل نفضل تحت رجليها؟ ازاي؟ مش عارفه ازاي ام يجيلها قلب تاذي ابنها بالطريقه دي. ازاي يا فاطمه؟ مش عارفه. طب أنا- واحنا هنفضل ساكتين على اللي احنا بيحصل لا لنا طبعا. ده؟ لا لازم ناخد موقف، ما ينفعش. طب وانا هقول لعمر ايه؟ لازم يعرف هقول له الحقيقه. عمر انت متغرب وطالع عينك عشاننا، وفي الاخر اللي بتأذيك امك. ده مش هيصدقني، ده هتبقى صدمته صدمه حياته. ده مش هيصدقني. طب انا دي مش امي ومش عايزاها تبقى امي. اقولها لعمر ازاي يا فاطمه؟ لازم نقول له يا نور. هقول له ايه؟ هقول له امك عامله لك ايوه عمل؟ لازم نقول لعيالها ان هي اللي بتعمل الاعمال عشان احنا نسكت. لازم نقول لعيالها ان هي مشغلنا خدامين عندها بالعمل. ما هنسيبها تتحكم فينا كده؟ يا رب يا رب اقف جنبنا يا رب، انت اقوى من اي شيء. طب انتوا دلوقتي كلمتوني في التليفون وسيبتوني شغلي وتعالى وعايزينك، وطلع الاحلام اللي انا بحلمها حقيقه. الشيخ قال لكم كده، انا مصدقك. امي دي فيها كل الصفات الوحشه، تمام. معاكي اثبات باللي بتقولي عليه ده؟ لا. طيب انا هصدقكم ان انا ما شفتش منكم غير كل خير، وانتوا الاتنين كويسين مع بعض، مش جو بقى ايه السلايف اللي بتغير من بعض وبتأذي بعض. بس تفتكروا امي هتعمل كده ليه يعني؟ معرفش يا عمر، اقول لك على حاجه. فاكر اول يوم فرحنا لما امك قابلتك واديتك ورقه وقالت لك الورقه طب دي حاجه حمايه احطها تحت دماغي، حمايه يعني. اديتهاني برضو ما طلعتش حمايه، طلع عمل يا عمر. ما تقوليليش عمل وتعصبيني. مش وايه مصدقني. يبقى اللي في ايدي ده كمان؟ لا بيقول- عمل يا عمر، عمل واتعمل كده معانا برضه. خد الورقه يا سيدي، انا واحده كدابه. خد الورقه وروح بيها عند اي شيخ. لا انا مش هروح عند شيخ. روح أنا بيها عن هتأكد اللي انت بطريقتي. عايزه، اللي انت عايزه هتتاكد بنفسك. امي فين؟ امك دلوقتي بتلبس ده ميعادها للنزول، في حد كل يوم بيكلمها بتنزله في نفس الميعاد ده، وبتاخد سيلفتي تقعدها مع رجاله وبرضه ما بتغيرش عليها. يعني ايه وكانت بتعيدك مع رجاله؟ يعني بنقعد مع رجاله غريبه ونقعد نتكلم معاهم، يقعدوا عكسوا فيا وهي ما بتقولش انتوا بتعملوا ايه. وانت بتروحي معاها ازاي يعني؟ طب اعمل ايه؟ طب ما اخويا بتزعق لنا. مسافر. جت قالت لي انا كمان وقالت لي عايزاكي تيجي معايا، قلت لها لا انا بطني وجعاني وتعبانه ومش عايزه انزل. والله العظيم قالت لي يا رب. خلاص تبقي تنزلي الدور اللي تحت تروقيه وتمسحيه وتكنسيه، وعندي ان انا افضل خلاص، امسح في البيت. خلاص هي جوه في الاوضه صح؟ اه. السلام عليكم. عليكم السلام. عمر؟ يا ماما اهلا يا عمر. مفيش حمد لله على السلامه ان انا قطعت اجازتي وجيت الشغل. الحمد لله على السلامه يا حبيبي. انت جيت امتى وجيت بسرعه ليه كده؟ انت متشيكه كده ورايحه فين؟ انا ده انا كنت نازله تحت وطالعه على طول. بتعمل ايه؟ لا ده انا في حاجه بس في الدور كده عايز ابص عليها، ممكن؟ لا الدرج ده كله حاجات خاصه بيا، ما ينفعش طب ايه تفتحه. المشكله يعني؟ ما بص ما انا وانت واحد، ما امي يعني. لا بعد اذنك كده. عمر! يعني طلع الموضوع صح. تعملي اعمال لابنك، بتمشيني بالاعمال، وعامله لمراتات عيالك يبقوا تحت رجلك ليه؟ يبقى الكلام صح. بتكلمي مين؟ يبقى انا الكلام اللي وصل لي صح لما واحد قال لي ان صاحبك قاعد مع امك في كافيه. قلت له لا يا عم، تلاقي امي مثلا كانت بتخلص شغل، ما هي شغاله في العقارات وبتاع، فشافت صاحبي سلمت عليه. انما اتقال لي قاعده هي وصاحبك على ترابيزه بيشربوا حاجه مع بعض. ايه؟ مفيش مراعاه لشعور ابنك؟ فضحتني وسط اصحابي. هو انت كل ما سنك بيكبر بترجعي لسن مراهقه؟ بس امال ايه بالظبط؟ فهميني مراهقة بتعملي إيه؟ ايه؟ انا عايز افهم انا مش بتعملي ايه؟ صغيره للمراهقه. امال بتعملي ايه؟ انا عملت كده علشان تبقى كلكم في قبضه ايدي، ما تخرجوش من تحت طوعي.
وده صح؟ بعدنا عن ربنا ومشينا ورا الأعمال ده صح؟ أمي جابت لي الفضيحة، شكل إيه قدام مراتي ومرات أخويا؟ شكل إيه وأنت شكلك إيه؟ امال هما يتنططوا عليا؟ اسيبهم يتنططوا عليا؟ لا، هخليهم تحت طوعي. بس انا كنت عايزه كده، وكنت عايزاك انت ما تخرجش عن طوعي عشان ما تسمعش كلامهم. يمكن يخلوك تمشي زي ما انت عايز، تقول لك اكتب لي كذا. حاضر. اقول لك على حاجه جميله هتريحك. انا هاخد مراتي وهعيش في شقه تانية، واخويا اللي مسافر ومتغرب هبلغه يجي ياخد مراته لا ويعيش في شقه تانية. انت اللي زيك ما امنش نفسي اعيش معاكي. لا يا عمر، انا ما اقدرش ان انت تبعد عني. انت عارف خلاص انت غالي بقى. عندي قد ايه. الكلام ده كله والله معاك العظيم تعيش. انا عملت كل ده علشان تبقى معايا، ما تبعدش عني. انت اللي زيك حرامي يتقال عليها كلمه ام، وانا عشان العيش والملح انا مش هطردك ولا اقولك بقى انا مخاصمك ليوم الدين والكلام ده. بس يا رب تتعلمي بقى وتحرقي القرف ده. بس اقسم بالله من النهارده انا ومراتي مالينا علاقه بيكي. لا بس لا يا عمر عشان خاطري. بس كده